ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عندنا النهارده عندنا راب الانمي، اغنيتين عظمه. نايزر رجع من تاني، ولازم لما نايزر يرجع انا كمان ارجع باغنيه لاوسوب ديس على طاقم قبعه القش. وكمان هنعمل رد فعلنا على كيرا فيرسز ال. ان شاء الله الفيديو يعجبكم، متنسوش لايك وشير وسبسكرايب. يلا بينا نخش على الفيديو. الاغنيه الاولى هي راب كيرا وال. خلونا نسمع. جرائم مثيرة بكتبها علوتي، في شخص غبي كان يشكك بقوتي، وانا من قبل ما حتى يحاول دفنته. منظمات شرطة عم تحلم بموتي، ما في عدالة قل ضدي تراجع لاني شايف رياق ضحكات وتتزايد. بستخدم ذكائي حتى علمي جاري، متستر بالغموض وخطواته تتباعد. مين مات وانا ما همني القاتل، حياتي عبارة احداث تتراكم، بتواجه ذكائي كاني القاد. عذابك اليم لما وضعك يتفاقم، من بعد هاللحظة اعدائي بتتساقط والعالم على امساك ناوي. شايف نفسي بالدنيا الاعلى ولا حدا يلمسني كأني كيماوي بتصارع غباء. اوكي، عايز اقول حاجتين. اول حاجه المونتاج رهيب، بحيي اللي عمل المونتاج بجد، شابوه. تاني حاجه، مش عارف مين اللي بيغني الجزء ده، ولكن اختياره للكلمات كيماوي وعشان يمشي مع القافيه ممتاز. خلونا نكمل. ما فينك بدوني، براسك حكاية بتودي على القاع. لحد الآن لسه ما شاف جنوني وانا دايم وحدي لاني الضاع. لو مهما بتحاول لا تكشف حقائق، سعرك قدامي توقيع. دلائل عقيمة تتألف بدماغك، اوهام بخيالك كطفل رضيع. فاك اوف اي وانا تو بلاي، ما تعطش لقتلك بشكلك الجاي. عيونك ما تخفى والخوف بيمليك، كل ثانية بتعدي كألف دي. بتمسك بالشرطة عبالك تحميك، بتحلل قضايا وضدي عاجز. صدقني بالاخر الموت بيجيك، ما ينفع ضدي لو ألف حاجز. صراع ذكاء هنا العقل كألف سلاح، لك البقاء أي حدا بيفوت اللعبة مصيره يفارق حياة. فتشوف وتكتر ميتين كله بوعى كمين، والقاتل حيرضى قتيل لما ينعرف مين. صراع ذكاء هنا العقل كألف سلاح، لك البقاء أي حدا بيفوت اللعبة مصيره يفارق حياة. فتشوف وتكتر ميتين كله بوعى كمين، والقاتل حيرضى قتيل لما ينعرف مين. بكتم انفاس ما بسمع اي اصوات، مهما تتذاكى نهايتك جثة مرمية بطلقات. فاحترس انا عندي ذكاء، لو تعديني بوديك بدهاء. بسهولة بهزم كل الاعداء، الداء ما له دواء. عادي تنعدم قدامي قدرتك بسهولة، لاني شخص ذكي متدرب متعود من الطفولة. اني لما واجه حدا ما اتراجع عن هجومي، واني ما اتهاون مع حدا ولو كان فقد رجولة. ذكائي قادر اني اجيب لك الموت، وانت غبي بس بتكتب ديث نوت. فواضح بعيون الكل مين فينا الاضعف، تنعدم قدرتك لو نحرق الدفتر. يركض عموته ما يعرف منه، شاني قبل معه بيوم رح يكتب اسمه. سهل تشوفه بعيونه خوفه، لما يقابل حدا كشف الخطة عنده. حطك جوا راسي ممكن تضيع متاهة، ما في اي شيء يجمعنا. هدم كل خطة بناها انا بداية لنهايتك. انا كابوس جوا حلمك، ما في اي شيء بيميزك، فانا جاي حتى علم. لو تكونوا الف كيرة النهاية مصيرة، تتختم بالموت والماضي يندسى. حياتك قصيرة فما في طريقة تتحكم بالادب وتغير الانكسر. عادي ضحي بروحي لاكشف قناعك، وبعد تلاميذي بتلاحق اتباع. وعلى ايد مصيرك يحدد، وبعد موتي اسمي بيبقى مخلد. صراع ذكاء. اوكي، مش ملاحق اوقف عشان اقول الملاحظات اللي عندي من كتر ما الاغنيه سريعه جدا وحلوه جدا، والريتم اللي ماشي بيه، والتغير في الوزنيه، والتغير في القافيه، والتغير في الريتم بيغير في الاغنيه نفسها. ساعات واطي، ساعات عالي، ساعات يسرع، ساعات يبطأ. بصراحه الاغنيه عجباني جدا، وكمان ماشيه مع المونتاج ماشي مع الاغنيه. حماس. هنا العقل كألف سلاح، لك البقاء أي حدا بيفوت اللعبة مصيره يفارق حياة. فتشوف وتكتر ميتين كله بوعى كمين، والقاتل حيرضى قتيل لما ينعرف مين. صراع ذكاء هنا العقل كألف سلاح، لك البقاء أي حدا بيفوت اللعبة مصيره يفارق حياة. فتشوف وتكتر ميتين كله بوعى كمين، والقاتل حيرضى قتيل لما ينعرف مين.
اوكي الاغنيه ممتازه جدا، عجبتني قوي، وبأشيد للمره الخامسه على المونتاج. عجبني. والله بنخش الاغنيه التانية من نايزر ديس على قبعه القش. خلونا نسمع. طبعا الاول لازم اهني نايزر بالعوده. نايزر بقاله كتير جدا غايب علينا، واخيرا عاد لينا باغنيه وايه عن ون بيس. خلونا نسمع. اوسوم ايش تقول لافراد طاقة بقبعة القش؟ اوكي ويت اوسوب موجود مكان جولدي روجر، وفي شخصيات بقى نيزوكو، ماريو، وان بانش مان. دي شخصية اعتقد من لعبة فايتنج، اعتقد ده اللي هو Pirates of the Caribbean. اوكي انترستينج. مطلوب منها في الطاقم صار وضعي جدا بتفاقم، حسبوني مسكين هين ما يدرون باني الفاهم، دول كلهم دلايب مو معطيني قيمه، لكن بنزل دسي عليهم واوريهم البهايم. سايبر فرانكي اللي مضيع لي سرواله، يروح يتمشى في السفينه وريحته زي الزباله، منحرف عديم رجوله ابعد منه لو جاك. طيب ليش انضم للطاقم؟ كنا محتاجين سباك. اما الهيكل ذا حقيقي اكسر عظامه بيدي، صوته سيء المتهيئ ومصدق انه موسيقي، ما عنده غير اغنيتين قبل وبعد السنتين، عمره بيوصل ال200 وانا اجيبه في دقيقتين. جيبوا روبن المليقه بستحملها لو دقيقه، تقرا بنقل في الفيقه انا شك في ذي الحقيقه. والمونتاج والرسم والانيميشن مش طبيعي، والاغنيه نفسها طبعا لحد دلوقتي وهم ديس بيقتل كل واحد في حتته. فرانكي ان هما كانوا محتاجين سباك ومضيع سرواله، يعني كل حد قايل عليه حاجه. ف ابو العظام ان هو يقدر يكسر عظامه، روبن. منامي اعرفكم احس بس فجاه بدون مقدم. اوكي ان الاغنيه دي والدس ده يبقى على لسان اوسوب دي حاجه غريبه نوعا ما، ولكن ان هو يخش في عين لوفي، يخش في عين اودا، يخش في عين سانجي، يخش في عين جيمبي. اوف بهدلهم. وبعدين الانيميشن حلو قوي، ان اوسوب هو اللي بيغني، فكره عظيمه. ما تنزل عليهم ديس ولا افراد طاقة بقبعة القش، انا هم واحد فيهم فاقول يلا هش يحسب اني كنت ساكت يعني ما بحس، بس فجأة بدون مقدمة تنزل عليهم ديس ولا افراد طاقة بقبعة القش، انا هم واحد فيهم فاقول يلا هش. كل الكلام اللي قلته ده يبقى بيننا حلو، ما افضل احد يعرف الصراحة. وعلى فكرة ترى ما طردونا من الطاقم، انا طلعت بنفسي كذا، ولا اقدر اكمل معاهم واروح الون بيس. ايزي ترى على فكرة. جمدان. فكرة حلوة قوي ان هو بيحكي كل ده وخايف والكلام بينا بعد ما طردوه من الطاقم. حلوة. ده اللي انا بتكلم عنه، ان الاغنية تبقى قصة، فكرة كاملة للاغنية. دي تبقى احلى حاجة في اغنية الراب، انها فكرة كاملة مبنية، قصة، سيناريو، مونتاج جميل، اغنية مترتبة حلو، مكتوبة متعوب عليها. الاغنية عجبتني جدا، وده المستوى اللي احنا عارفينه من نايزر. بس ده اللي كان النهارده. ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، واتمنى يكون الاغنيتين عجبوكم. قولوا لي ايه رايكم في الكومنتس تحت، وعايزين نعمل ردة فعل على اغاني ايه، اكتبوها تحت في الكومنتس. وده اللي كان عن النهارده. سلام.